وسهلا البنات، كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيانين وتكونوا في احسن الاحوال. اليوم جيت نقدم لكم هاد الكيكه هذه ديال الحامض اللي كتجي رائعه وكتجي مذاق زوين وكتجي هشيجه وكتذوب في الفم وكتجي واحد اللوين ديالها يا سلام. وهنا كما كتشوفوا عندي المقادير، عندي 4 ديال البيضات، وعندي هنايا كاس ديال دانون ديال البنان. البنان والحامض كيتواتوا مع بعضياتهم، وعندي هنا نص كاس ديال الحامض، وعندي هنا عفوا كاس ديال السنيده بقيت كاس العنبه، وعندي هنا كاس الا ربع ديال الزيت، وعندي هنايا الحامض القشره ديالو اللي كتحكوها وما كتحكوش البيض ديالو. عندي هنا 3 ديال الخمارات حمرين، وعندي واحد الفاني، وعندي هنايا البت الطحين على حساب الخليط. دابا ندوزو ان شاء الله لطريقه التحضير. هنا كما كتشوفوا جبت واحد لوبول والطراب ديال الضو، غادي نضيف 4 ديال البيضات في لوبول. صراحه البنات كتجي رائعه هاد الكيكه وكتجي مذاقها فن، وديك الزفوريه ديال البيض كتحيد نهائيا، عرفتي كتجي فيها واحد اللوين صفر فن غزال. كنتمنىكم تجربوها. هنا كما تشوفوا غادي نضيف كاس ديال السنيده وغادي نطرب مزيان، نطلع داك البيض والسنيده مزيان. ضروري خصكم تعطيوها الوقت البنات باش كيطلع معكم البيض مزيان، وكطلع حتى معكم حتى كيكه زوينه. يعني قد ما طربتوها قد ما كطلع كيكه وكتجي مفشه. كنتمنىكم يجيكم فيديو واضح والشرح واضح. صافي هنا كما كتشوفوا غادي نطربها نستمر في التطراب، ومن بعدها نتوما معايا. ولا وصلتوا حتى لهنا ما تنسونيش من لايك، واللي مازال ما تابوناش عندي يتابونا مرحبا به، باش ان شاء الله ديما يوصلوا الجديد ديالي. وصراحه لي كومونتير ديالكم الزوينه راه كتوصلني وكنقراها كامله، وكنبوسكم من هاد لا فيديو كاملين وحده وحده. كنتمنىكم تزيدوا تدعموني البنات باش ديما ان شاء الله نعطيكم افكار وفيديوهات جدادين. هنا كما كتشوفوا ضفت ساشي ديال الفاني. صراحه ضروري واخا درت الحامض ضروري غندير ساشي ديال الفاني. صافي غادي نطرب، وهنا غادي نضيف زيت تدريجيا البنات، وغادي نقص منها واحد شويه حيت انا ما بغيتش تجيني زيت مزيته. عفوا ما بغيتش الكيكه تجيني مزيته. صافي غادي نطرب ونبقى نضيف خيط الزيت، نطرب ونضيف خيط الزيت حتى نكمل ان شاء الله. وغادي نقص منها كما قلت لكم. كتجي صراحه غزاله. شتيني شحال نقصت منها البنات؟ نقصت منها 4 ديال الكاس، حيت ما بغيتش تجيني مزيته بزاف وما كتعجبنيش الصراحه الزيت. صراحه انا درتها وديتها لواحد صاحبتي، ديتها لها في يديا، درنا كاسكروط مجموعين، وقلت ما قطعتش معكم البنات تسمحوا لي. صافي هنايا ضفت ياغورت بنكهه البنان. انا كيعجبني البنات واش غير نتوما ولا انا كيعجبني دانون ديال البنان نديرو في الكيكه، كيعطيني واحد المذاق زوين وكيحيد ديك الزفوريه. هنا غادي نضيف نص كاس الحامض، اللي الحامض هذا برا وقتها البنات غير استغلوه كيعطيكي كيصرع حريشات. اي حاجه كتضيفوا كيصرع لكم اي حاجه درتوها كيعجبني انا نكهه الحامض. هنا ضفت القشره ديالو البنات اللي حكيتها. واخا كيبان لكم هنا القشره ديالو خضر حيت هذا هو الموسم ديالو كيكون شويه خضر. غادي الخمار نخليهم من بعد البنات، وغادي نضيف الدقيق تدريجيا. هنا كنت غربلت 2 كيسان ونص طحين ديال الحلوه البنات، ما يكونش طحين عادي، هذا الطحين ديال الحلوه. صافي غادي نستمر هكايا حتى نوصل الكميه اللي بغيت، حتى تكتب لي معايا 8 وتكون واجده الكيكه. صافي كما كنتو كنستمر كنضيف الدقيق وكنحرك كنستمر حتى كنوصل الكميه اللي بغيت انايا. وملي كتكتب لكم كتامني كتكون الكيكه واجده. بقاو معايا ان شاء الله حتى نساليها. وهنايا كما كتشوفوا راني غادي نضيف دابا في هذه المرحله الخمارات. كنخليهم انا البنات الاخير، ولا عندكم شي شويه ديال الخل ضيفوه باش كتجيكم فشفه اكثر، ولكن راه حتى الحامض كيزيد يفشفشها. حتى الحامض حتى هو كيعطي واحد الفشه غزاله وكتجي بحال البونج، كتجي رطبه وكتجي فيها واحد اللوين صفرا البنات، حيت الحامض كيعطي ديك الصفوريه. صافي هنا كما كتشوفوا ضفت الخمارات وغادي نزيد نضيف الدقيق. صافي هذا الشيء هذا اللي كنت حطيتو كامل في هذا البول هذا ديال الدقيق غادي نضيفو كامل. جاتني هي هذيك البنات ما ناقصه ما زايده 2 كيسان د العنبه ونص. يعني كنعبر انا بكاس العنبه البنات، ما كنعبرش بشي كاس اخر حيت كنهز الميزان غير بكاس العنبه. صافي غادي نستمر هكا. وهنا في هذه المرحله البنات كنت ديجا المول اللي غندير فيه كيكه دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق. صافي كيكون واجد. وانا كيكه البنات ما كندخلهاش على فران سخون، كندخلها على فران بارد. نتوما شوفوا الفران اللي يناسبكم واللي عندكم في الدار. انا عندي ديال الكاس كندخل عليه كيكه بارده كتصدق ليا زوينه. كنعطيها 45 دقيقه
حتى 32 دقيقة كتكون واجدة. دغيا كتوجديها البنت كيكة، كنسد عليها وكنخليها حتى كنشم الريحة ديالها، عاد كنطفي عليها. صافي انا كما كتشوفوا كتكتب شمانية راه وجد معايا الخليط، يعني 2 كيسان ونص كما قلت لكم. البنات دهنت المول ديالي بالزبده والدقيق، وغادي نصب الخليط وغادي ندخلو ان شاء الله الفران اللي ديجا بارد. كتكون واجده وكتكون كطلع يا سلام، وعرفتي ريحتها فنه البنات. قد ما شكرتها لكم قد ما انها بنينه وكتجي واحد اللوين غزال. المهم دابا ان شاء الله غادي ندخلها الفران ونعاود نرجع معكم. كما قلت لكم يكون الفران ديال يكون بارد ودخلوا عليه اي فران كان. ولا كان عندكم شويه ديال الضو ديروا 180 درجه 170. هذا هو يعني لا يطلع لكم الكيكه ديال الضو. والغاز كتكون عادي، انا كندخلها على فران بارد كتجي يا سلام. صافي دابا هنايا في هذه المرحله غادي ندخلها الفران ونعاود نرجع معكم. صافي هنا البنات من بعد ما طابت خرجتها من الفران وخليتها حتى بردات شي شويه. عاد غادي نقلبها، كتجي صراحه فنه وكتجي مفشفشه وبحال البونج، وعرفتي واحد المذاق فيها يا سلام. حنا دابا ندوزو للزينه البنات. عندي هنايا الكوفيتير، غادي نضيف ليها الكوفيتير وغنزينها بالفوتين. نتوما زينوها باش ما بالكوفيتير والكوك ولا حبيبات الشوكولا اللي عندكم. الحامض كيتواتى مع كلشي صراحه، وتا الفوتين ولا اللوز ايفيلي حتى هو لا عندكم. انا هنا استعملت الفوتين حيت بغيت نديها معايا لواحد الصديقه ديالي، بغينا نمشيو نجمعو عندها ونجلسو اونصومبل نجمعو شي شويه. صافي وما قطعتهاش معكم البنات الصراحه، حيت راكم عارفين ما جاتش نقطعها ونديها في يديا. قلت حتى ان شاء الله المره الجايه نشاركها معكم ونقطعها معكم وتشوفوا اللوين وتشوفوا الهشه اللي فيها ودوك الرطوبه اللي فيها. صافي انا كما كتشوفوا زينتها بشويه الفوتين. صافي دابا ان شاء الله ندوزو للشكل النهائي ديالها، وكنتمنى ان شاء الله تعجبكم ونكون خفيفه على قلوبكم ونكون ما نكونش طولت عليكم. وشكرا لكم بزاف انكم وصلتوا حتى لهنايا. المهم دابا هنا كما شفتوا غادي نقدمها في الشكل النهائي. كتجي رائعه وكتجي مذهبه وواحد المذاق يا سلام. عرفتي راه مشيت عند صاحبتي وكليت منها طريف وعاود زدت طريف، قلت لهم هادي واش كيكه ديالي؟ قالت لي راه الكيكه ديالك جات غزاله. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم، وكنقول لكم تهلاو في راسكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم باذن الله. مع السلامه، باي باي.